اهلا بيكم في اولى حلقات الاقرع من فانتزي الدوري الانجليزي الموسم الجديد موسم 2024 2025. النهارده هنتكلم عن التغييرات اللي حصلت في السيزون الجديد في فانتزي الدوري الانجليزي. من الحاجات المهمه جوه اللعبه، في اساسيات اتغيرت، في حاجات اتبدلت، في حاجات اتشالت، في حاجات اتحطت، فكل ده هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده صغيره جدا كبدايه للموسم، بنسخن بيها كده، بنشوف ايه المونتاج الكويس اللي هنعمله، كواليتي الفيديو عامله ازاي، لو في اي تعديل هنظبطه قبل ما نبدا في الحلقات الاساسيه. طبعا هيكون في حلقات جايه كتيره جدا 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 قبل حلقه نصائح الجوله الاولى، فاستنونا وان شاء الله ما تتعشموش كده يعني ايه على طول بقى، عايزين نخلص كده ان شاء الله. طيب، تغييرات جديدة هتخلي اللعبة أمتع وأسهل وفي نفس الوقت أصعب برضو شوية، هنقولها دلوقتي. أول تغييرة حصلت معانا في الموسم الجديد 2024 و 2025 المختلفة عن المواسم اللي فاتت كلها، وهي إنك تقدر تحتفظ ب5 تغييرات بدل ما كنت بتحتفظ بتغييرتين بس. لا، أنت دلوقتي متاح ليك إنك جولة ما عملتش تغيير تحتفظ بيها، التانية نفس الكلام، التالتة نفس الكلام، الرابعة نفس الكلام، الخامسة نفس الكلام. فانت معاك 5 تغييرات تقدر تحتفظ بيهم لجولات جايه. ده هيخليك سهل جدا انك تقدر تبدل اي لاعب في اي وقت من غير ما تعمل ماينس. الماينس هيقل جدا السيزون ده، اعتقد ان انت نادرا ما هتستخدم ماينس عن المواسم اللي فاتت. المواسم اللي فاتت كان عندك اقصى حاجه تغييرتين بس، دلوقتي انت معاك تقريبا ميني وايلد كارد او ميني فري هيت تقدر تستخدمه في اي وقت. بس في عندك الميزه دي تفرق حاجتين. الموسم ده بالذات انا شايف ان هو هيكون مختلف جدا 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 عن المواسم اللي فاتت، لان انت هتفرق في حاجه واحده. في واحد معاه 5 تغييرات، اول ما يبيعهم ويقرر مين اللعيبه اللي بالظبط هو هيدخلهم في تشكيلته هتلاقيه عالي في الرانك وعالي في النقط. في واحد تاني هتلاقيه بيعمل نفس ال5 تغييرات ومحتفظ بيهم بس بيطلعهم بعشوائيه، انا هبيع ده واجيب ده واسوي ده واعمل ايه مش عارف. لا، بالراحه، ايه ده على حاجه. اهم حاجه الميزه دي انك تستغلها ازاي؟ بالتخطيط الصح. بس دي اهم حاجه، تستغل الميزه بتاعت ال5 تغييرات هي انك تستغلها بالتخطيط الصح والمناسب. بس تاني تغييره حصلت وهي ان لو انت فعلت الوايلد كارد وكان معاك تبديلين المواسم اللي فاتت كنت بتخسر التبديلين وتنزل ليه تبديل واحد، بترجع يعني الجوله اللي بعدها لو عايز تبدل حد بتبدل تبديل واحد مش تبديلين حتى لو انت كنت محتفظ بيه. الجوله دي بقى لو انت محتفظ بالماكسيموم مثلا اللي هم 5 تبديلات وجيت فعلت الوايلد كارد، هتيجي الجوله اللي بعدها مش هتنزل لتبديل واحد بس، لا انت هتنزل ل5 تبديلات زي ما هم، مش هيقلوا منك. ودي ميزه بصراحه انا شايفها ميزه قويه جدا 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 للي يقدر يستغلها، لان طبعا في ناس بتبقى لسه راجعه من الوايلد كارد الفريق بتاعها ما حققش نقط، فيرجع لها مثلا لو هو محافظ على 5 6 تبديلات. انا ما اعرفش ليه انت هتكون محافظ على 5 6 تبديلات وتروح تعمل وايلد كارد، بس ما علينا. يعني هنفترض انك كنت محافظ على الاقل على 3 4 تبديلات، فترجع توازن بين التشكيلتين اللي انت خسرت فيهم ورجعت تكسب فيهم. طيب، اخر حاجه اتغيرت قبل ما اتكلم على اسعار اللعيبه، وهي ان لو في حارس مرمى جاب جول في المواسم اللي فاتت كانت بتتحسب له 6 نقط، الموسم ده بالذات هتتحسب له 10 نقط، مش خصوصا يعني عموما بعدين هيتحسب له 10 نقط الا لو حد غير حاجه. كان في تقريبا حارس مرمى مش فاكر تقريبا اندرسون في الموسم اللي فات او اللي قبله كان هو اللي بيطالب ان هو اللي يشوط البلنتات بتاعه الفريق اللي هو مانشستر سيتي يكون هو المسدد الاول. بصراحه يدرسوا رهيب يعني، فتخيل لو انت عندك حارس مرمى وجنب جول، صباح الفل، انت مش محتاج اي حاجه تاني يعني، خلاص كده. ويا سلام بقى لو كنت مكابتنه، ويا سلام بقى لو كنت متربله. فيعني بص، الموسم ده هيكون مختلف جدا 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 عن المواسم اللي فاتت. طيب، اختلاف الموسم ده عن المواسم اللي فاتت هيخليه حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ انا شايف ان هو هيخليه حاجه كويسه، لان انت عندك في الموسم زي الموسم اللي فات انت عندك كان في اي تمبل التشكيله بتدخل تلاقي فودن، ساكا، صلاح، هالاند، اي حد. لا، انت دلوقتي هتدخل لو عندك هالاند خلاص انت عندك رجب دينتو ديازا وحاجات كتيره قوي كده ملهاش علاقه ببعض، وبالو مفوافي، وهتجمع بقى شويه لعيبه كده من الدوري المصري وايه وتسد الكلام يعني. بس الفكره كلها في انك خلاص ما دام في اختلاف وعلو في الاسعار، فانا شايف ان في تشكيله هيكون فيها هالاند دي هتلاقيها تشكيله ضعيفه جدا، بس في نفس الوقت هو عنده ميزه مش عند اي حد. هتلاقي تشكيله تانية ما فيهاش هالاند بس عنده ميزه ان دكته هتكون قويه، فيقدر يسد في اي وقت في اي حته في اي مركز. فطبعا ده هيخلينا يكون عندنا اكتر من تشكيله هنعمل بيهم سكريبت وننزل ان شاء الله بيهم حلقه بسرعه جدا 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 قبل الجوله الاولى، علشان برضو انت تكون عارف تخطط ازاي، تعمل ازاي، تجيب مين، تبيع مين، تسيب مين، وكل ده تكون انت عارفه قبل ما تبدا الموسم الجديد، وتبدا تكون مخطط للموسم بشكل كويس على الاقل مناسب عكس الموسم اللي فات والمواسم اللي قبل كده. طيب، بالنسبه لاخر حاجه اسعار اللعيبه، اسعار اللعيبه انا شايف ان هي مناسبه جدا جدا جدا، مفيش اي حد واخد اكبر من حجمه ومفيش اي حد واخد اقل من حجمه. هالاند هو يستحق ان هو يكون كده، انا لو مكانه هختار كده عادي جدا.
هالاند بصراحه الحاجات اللي بيقدمها هو عادي، ده السعر المنطقي، واحنا ذات نفسنا كنا عارفين كده. صلاح نفس الكلام، ساكا نفس الكلام. الحاجه الوحيده اللي انا يعني ايه، كان ممكن برضه في خط النص السعر ينزل مليون شويه، نص مليون، بس برضه مش الفرق الكبير اللي هيأثر قوي 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 يعني في الاسعار. بس الحاجه الوحيده برضه هي سعر بالمر. بالمر الموسم اللي فات كان بادئ ب5 مليون، دلوقتي هو 10.5 مليون. ده اغلى لاعب حصل له يعني روتيشن كبير قوي في السعر. يعني من فرق 5 مليون لحد فرق 10 مليون ده كتير قوي، او 10 ونص، فرق 5.5 مليون يعني بصراحه كتير، ده اوفر. بس هل هو يستحق كده؟ بصراحه انا شايف ان هو يستحق كده. فده كله هيرجع لنا بفرق تشكيلاتنا، اختلاف تشكيلاتنا عن بعض هيخلي فعلا الرانكات مختلفه عن بعض. انت تستحق الرانك ده عشان انت خططت الموسم ده بالذات. انت لازم تكون بتخطط صح، وتكون عارف تجيب مين وتبيع مين في انهي وقت بالذات. لازم التغييره بتاعتك تكون مظبوطه قوي علشان تعرف تعلى في الرانك. كل دي حاجات ان شاء الله هنعمل بيها حلقات الفتره الجايه وهنتكلم عنها. دي مش الحلقه الاخيره اللي هنتكلم عنها قبل نصائح الجوله الاولى، لا دي اول حلقه في السيزون الجديد، فاستنونا في حلقات تانية كتيره. قبل ما ننهي الحلقه حابين نشكر فريد ناجي، هتلاقي كل اللينكات اللي بتكلم عنهم في الديسكربشن تحت الفيديو. خشوا دعموه على اللينك الانستجرام بتاعه، البروفايل بتاعه هتلاقوه موجود تحت في الديسكربشن. وبرده عمر غالب اللي جاب لنا بقيه الصور دي كلها، فشكرا جدا لعمر غالب وفريد ناجي. كل حاجه اتكلمت عنها هتلاقوها النهارده تحت الفيديو في الديسكربشن. فبس كده، استنونا في حلقات جايه كتيره سريعه جدا جدا جدا. فبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم، وفعلوا الجرس كمان عشان يوصلك الحلقات الجديده اول باول قبل ما السيزون الجديد يبتدي. اشوفكم في حلقه جديده. كان معاكم الاينو من قناه الاقرع. سلام.